في جريمة يهتز لها العرش، ذبحها ونزل يصلي الفجر. اعترافات زوج ذبح زوجته في مصر قبل صلاة الفجر. في حادثة مروعة، ذبح رجل زوجته في شارع الرشاح بمنطقة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية قبل أن يتركها غارقة في دمائها وينزل لصلاة الفجر. وكان الجيران قد أبلغوا الشرطة على الفور بعدما سمعوا أصوات مشاجرة مرتفعة في المنزل وصرخات واستغاثة من الزوجة، ثم صمت. ورأوا الزوج يهبط قبل صلاة الفجر بعد أن توقف الصراخ، وشك الجيران فيما حدث فقاموا بإبلاغ الشرطة، الذين سارعوا بالتوجه للمنزل وعثروا على الزوجة البالغة من العمر 38 عاما وقد غرقت في دمائها. وأفادت الأجهزة الأمنية أن الزوجة قد تعرضت للذبح بآلة حادة من الرقبة، مما أدى إلى قطع شريانها ولفظها لأنفاسها الأخيرة. وألقت الشرطة القبض على الزوج وبتجديد الخناق عليه. اعترف بأنه قام بذبح زوجته بعد مشاجرة بينهما، وقال شهود عيان أنه صلى معهم صلاة الفجر ولم يلحظوا عليه أي شيء يدل على أنه ارتكب جريمة قتل، وأنه منذ انتقاله إلى المنطقة في حالة وما بيعملش مشاكل وقاعد في حاله. وقال الزوج أنه يعمل مبيض محارة، ترك بلدته الصعيد وانتقل للقليوبية بحثا عن فرصة عمل، ولكن الظروف المادية الصعبة تسببت في مزيد من الخلافات بينه وبين زوجته، للدرجة التي وصلت إلى معايرته بفقره فأقدم على ذبحها. وقررت جهات التحقيق التحفظ على الزوج لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة. فكيف تصف هذه الجريمة البشعة التي يهتز لها عرش الرحمن؟